الزمان لقد مر يومان. نحن في 17 صفر عام 1376. المكان مطار الظهران الكبير. هذا المطار الذي أصبح ملتقا لخطوط الطيران العالمية من الشرق والغرب. لقد امتلأ جو المطار بحماس منقطع النظير. مرة ثانية تظهر وجوه أفراد العائلة المالكة. إنه اجتماع تاريخي وشيك الوقوع. لقد تسلق مئات من الناس الرافعات التي تستعمل في تموين الطائرات لكي يتمتعوا برؤية أفضل. جلالة الملك سعود وسمو الأمير فيصل وأفراد حاشيته والشعب المخلص ينتظرون الضيوف. لقد وصلت طائرة الكونفير التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية. الطائرة تتجه إلى موقفها. فخامة السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية يخرج من الطائرة. صاحب الجلالة الملك سعود يتقدم حاشيته وجمهور المستقبلين لتحية زعيم سوريا. فخامة السيد شكري القوتلي يرد تحية الجماهير بينما يسير برفقة جلالة الملك مخترقين طريقهما بين هذا البحر الخضم من الأهالي المعجبين نحو مكان الاستقبال. رائحة الطيب الزكية تملأ الجو بينما يتبادل الملك سعود والسيد شكري القوتلي الأحاديث الودية. الجميع بانتظار ضيف آخر كبير. فجأة ينتشر الحماس بين الجماهير المتراصة. هذه طائرة ركاب جديدة تصل. لقد قدمت هذه الطائرة من القاهرة. الجماهير تراقب ما يجري بانتباه شديد بينما يخرج من الطائرة ضيوف مصريون كبار. إنهم الدفعة الأولى من القطر المصري الشقيق. مرة ثانية تتحرك الجماهير. إن الخبر ينتشر بسرعة. طائرة أخرى قادمة من القاهرة تقترب من الظهران. الملك سعود والرئيس القوتلي والأمراء والحاشية والحرس وعشرات من المستقبلين يسيرون جميعا نحو الطائرة التي تتجه إلى الموقف وتأخذ مكانها. حماس الجماهير في ازدياد. أكثر من 10,000 مستقبل كلهم يحرصون على أن يلقوا نظرة على هذا الاجتماع التاريخي بين رؤساء الدول العربية. 2 من الرؤساء الكبار الثلاثة والجماهير المتراصة. الجميع ينتظرون الكبير الثالث سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. هتافات الجماهير تصل إلى السماء. لقد اجتمع رؤساء العرب الثلاثة. إن السرور والغبطة يظهران على وجوههم بينما يقومون بتبادل التحيات. هذا تعبير قوي لتآلف الشعوب العربية ذات المصالح المتصلة. ليلة واحدة في الدمام ومن ثم إلى الرياض. طائرة الملك سعود الخاصة تنقل الرؤساء إلى العاصمة لمتابعة أبحاثهم. لقد وصلت أخبار الاجتماعات التاريخية إلى الرياض قبل وصول الطائرة الملكية. أعضاء العائلة المالكة ينتظرون في المطار خارج الرياض لتحية جلالة الملك وضيفيه الكريمين. لقد احتشد المطار بما يزيد على 20,000 نسمة. إن هتافاتهم تدوي فتصل عنان السماء. عشرات المستقبلين الأمراء وكبار موظفي الحكومة وشخصيات العاصمة يحيطون بالملك والضيوف. في المساء أنوار قصر جلالة الملك سعود تضيء ليل العاصمة العربية.
احتفال كبير يقام في قاعة القصر، وبعيدا عن الجماهير المتراصة يستمتع الملك سعود وضيوفه ببعض الراحة بعد أن قضوا مدة طويلة في الاجتماعات والمباحثات المهمة حول الشؤون السياسية والعسكرية التي تهم بلدانهم. يشترك في الحفل الأمير منصور والأمير عبد الإله نجلة جلالة الملك سعود الصغيران. إن الفرح يملأ قلبيهما لاشتراكهما في تحية هؤلاء الضيوف المشاهير. أفراد العائلة المالكة والضيوف يتجهون نحو مائدة الطعام. هذه مناسبة مهمة تستدعي هذا الحفل الكبير. وبعد ظهر اليوم الثاني في 19 صفر عام 1376 يصبح مطار الرياض مرة ثانية مسرحا للشعور الفياض. إن وداع الإخوة لم يكن في يوم من الأيام مناسبة سعيدة، ومع هذا فهنالك كثير من أسباب السرور والغبطة في هذا اليوم. هنا يعبر 3 من زعماء العرب عن الصداقة المتبادلة والاحترام الأخوي ووحدة الأماني. عن طريق هذه الاجتماعات وتبادل الآراء أصبح الزعماء ال3 ومن خلفهم شعوبهم ذوي شعور واحد وهدف واحد.